استحدثت علاجات حديثة في الشعر، ضروري نبقى عارفينها لأنها بتيجي بعد تعب جامد. نمرة واحد، الحقن أصبح بالكورتيكوستيرويد أو الكورتيزون بقى مخفف، وبقى الأول كنا نحقنه مثلا في الثعلبة كده، بقى نحقنه دلوقتي في الشعر كله متباعد، ودي مهمة قوي اللي أنا بالكلام ده اللي بقوله. إيه كمان؟ الستيم سيلز والبي ار بي اللي هو بليتلت ريتش بلازما والجروث فاكتور، دي عملت نوع من انواع الثوره العلاجيه في امراض الشعر، اللي استخدامها بالاستخدام الصح الجيد فرق في علاجات الشعر جامد. بيستخدم في ايه؟ في التساقط الشعر التفاعلي، في الفيميل باتر اللي انا قلت لكم عليها اللي هو التساقط نحافه الشعر، والثعلبه برضو اوعى ننسى. الحقن بقى بنستخدم الحقن المخفف، وديت لها تكه مهمه قوي علشان ما يحصلش ضمور في فروه الراس. نخلي بالنا كمان الاف دي اي زي ما قلت لكم او هتسمعوها مني. الاف دي اي شخصيا وافقت على دواء جديد من الجاك انهبيتور لعلاج الثعلبه. نزل اعتقد في مصر الجينيريك بتاعه، انما كل دي تطورات سريعه قوي 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 كمان.